أي مشكلة بتحصل في المصنع سببها واضح ومعروف من غير ما تفكر. الناس. أهلا بيك في مصنع الكنافة. في مصنع الكنافة الناس هم المتهم الأول. دايما العمال مش ملتزمين، المشرفين مش مركزين، والمهندسين مش متابعين. طيب ليه ما بنغير المهندسين ونمشي المشرفين ونجازي العمال؟ مفيش حاجة بتتصلح. طيب ليه الجداد بيغلطوا نفس الغلطات؟ عارف ليه؟ عشان في أقوى الأنظمة في العالم البني آدم هيغلط عادي، أو بمعنى أصح هيغلط ساعات. لكن لما النظام يكون محطوط غلط، أو الفوضى هي النظام اللي ماشي، فالنظام السيء ده هيفضل يعمل لك أخطاء باستمرار. لما ما يكونش عندك معايير تشغيل واضحة ومكتوبة، ولما تكون الأدوات مش متوفرة، والتعليمات شفهية وبتتغير حسب مين المدير اللي واقف، يبقى أنت اللي صممت نظام نتيجته الحتمية هي الخطأ. فلما تحصل مشكلة في المصنع المرة الجاية، بدل ما ندور على حد يشيل الليلة، خلينا نسأل: هل الطريقة الصح اللي المفروض الشغلانة تتعمل بيها كانت واضحة وموثقة، ولا سايبينها للاجتهاد؟ هل الأدوات كانت متوفرة وكانت بتساعد إنها تمنع الغلط، ولا كانت بتساعد إنه يحصل؟ الناس اللي شغالة، هل دربناها فعلا ولا زقناها في الحفرة وقلنا لهم اتصرفوا؟ لو عايزين نخرج بره دايرة الكنافة، يبقى لازم نبطل نلوم الناس ونبدأ نشتغل على النظام.